السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي في اللي وحشتوني كتير يا حبايب قلبي. النهاردة بقى طبعا الجو والكلام ده كله، قلنا نعمل ايه؟ نعمل كيكاية بالشوكولاتة. يلا نشوف هنعمل ايه والمقادير بتاعتها ايه. يلا يا حبايب قلبي، اول حاجة هنجيب 3 بيضات. انا حطيتهم اهمت في الخلاط، ماشي يا حبايب قلبي. وهنجيب كوب سكر، هو مفروض كوب وربع لو انت عايزه عادي، بس انا عشان ما بنحبش السكر كتير هنحط ايه، كوب. كل الحاجات ديت هتتحط في الخلاط، ماشي. وهننزل اهو، شايفين كده؟ ادي البيض. طبعا البيض يعني فانيليا، البيض في الحادق يعني فلفل، عشان تبقوا عارفين. البيض في الحلو يعني فانيليا اهو. كيس فانيليا اهو، عشان الزفارة بتاعت البيض دي كده. عرفتوا بقى المقادير بتاعتنا ايه؟ عبارة عن 3 بيضات، كوب سكر، معلقة فانيليا اللي هو الكيس يعني، كوب لبن بنفس معيار الكوباية، نص كوب زيت. عايزة سمنة ماشي، عايزة سمنة بدل الزيت ماشي، كله شغال. وهتطلع كيكة حلوة جدا يعني على حسب المقادير اللي عندك. و2 كوب دقيق ورشة ملح وواحد بيكنج باودر. ماشي يا حبايب قلبي، كده احنا حطينا هنا البيض والسكر والفانيليا. هنحط الزيت بتاعنا الجميل اهو، اهو نص كوباية زيت، ماشي. هنحط اللبن بتاعنا، كوب لبن، وادي الكوب اللبن بتاعنا اهو، كله بنفس معيار الكوباية. هي كوباية تفضلي تعايري بيها في كل حاجة، ماشي يا حبايب قلبي. هنضرب بقى كل السوائل ديت مع بعض، وهننزل ايه بمعلقة كاكاو صغيرة، عشان احنا طبعا عايزينها ايه، كاكاو. انتوا عارفين ليه انا بقول لكم معلقه صغيره؟ عشان احنا هنعمل حبه تاني اللي هو الخليط لوحده، بس لما نخلص ده خالص. هو انا كنت المفروض اعمله هنا في الاول، بس للاسف يعني انا حطيت البيض وما كانش المفروض ان انا احط البيض، بس يلا مش مهم. هنضرب بقى كل السوائل دي مع بعض وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. كده بقى يا حبايب قلبي، بعد ما ضربت الخليط كله في الخلاط، جبت هنا معلقتين دقيق، ولازم تنخليهم باي منخل، وهنحط عليهم حبة الملح كده، وهنحط عليهم كيس البيكنج باودر. هي معلقة يعني، يعتبر كيس البيكنج باودر ده معلقة اهو، احنا عايزين معلقة كبيرة اهو. كل ده هننخله في الايه اهو، ماشي يا حبايب قلبي. هنعمله كده بقى، نطلع الهواء منه، بسم الله. اهو بصوا، طلع منه حاجات كده برضو، ما ايه، ما نضمنش ايه اللي. بصوا بقى جميل ازاي، شايفين رايق ازاي؟ يلا ننزل بالخليط بتاعنا الجميل بقى. طبعا معانا المضرب بتاعنا اهو، مضرب اليدوي. عايزه تعملي بايدك اعملي عادي، مش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ابداي حياتك كلها بسم الله الرحمن الرحيم، تلاقي ربنا بصي اكرمك كرم مش قادره اقول لكم ازاي والله. حطي اسم الله في كل حاجه، واحده واحده كده مع التقليب، عشان تطلعي الهواء منه اهو، عشان ما يحصلش فيها تكتلات. طبعا احنا هنسيب هنا اللي في الخلاط؟ لا طبعا، لازم ننزل كل حاجه. مش عايزين اي دقيق باين خالص، لازم كل ده اهو، عشان ما يحصلش فيها ايه. بس كده اهي خلصت بقى. ندهن الصينيه وارجع لكم تاني. كده انا دهنت الصينيه بتاعتنا سمنه يا حبيبه قلبي، يا حبايب قلبي،
وولعت على الايه، على الفرن. يلا ننزل بالخليط بتاعنا الجميل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا حطينا الخليط كله في الصينيه، طبعا ما فيش اي ايه حاجه يمين ولا شمال ولا كده، شايفين الصينيه اهي. بس كده يا حبايب قلبي هنروح ماسكين الصينيه كده وضربينها كده، خليها تطلع الايه، الهواء اللي فيها. بصوا 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 بتطلع ازاي، شايفين الفقاعيات اللي بتطلع منها؟ بصوا اهي، كل ما تضربيها كده اهي تطلع الايه، الهواء اللي فيها. بس كده يا حبايب قلبي هنحطها في الفرن على درجه 180 درجه لمده 45 دقيقه، واوريها لكم تاني اول ما تلاقوها خلصت بالخله بتاعه الشيش طاووق، بالسكينه، باي حاجه، وغريزيها كده. لو طلعت نضيفه يبقى كده الايه، الكيكه بتاعتنا استوت يا حبايب قلبي. يلا يا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. هحطها في الفرن وارجع لكم تاني اوريكم هنعمل ايه في الشوكولاته. كده بقى يا حبايب قلبي انا جبت ربع كوبايه لبن وهنزل عليها بالكاكاو بتاعنا كده الجميل ده اهو. كده ربع كوبايه اللبن، وهنحط معلقه الكاكاو الصغيره اهي، وهنفضل نقلب لغايه لما يدوب الكاكاو مع اللبن. ماشي يا حبايب قلبي، هندوبهم كده عشان نحطهم على الوش بتاع الكيكه لما تطلع. خليكم معايا يا حبايب. انا اسفه جدا التليفون فصل وانا بوريلكم بحط الصوص كده على على الكيكه بعد ما طلعت يا حبايب قلبي. بصوا طالعه جميله ازاي، لازم تخرموها. بصوا اول ما طلعتها عملتها كده، قلت عشان ايه، الصوص يشرب منها. ماشي يا حبايبي، هاجي بقى على الوش كده واروح عامله ايه، بصوا شكلها يفتح النفس ازاي، ما شاء الله جميله جدا. كده من على الوش كده نحط شوكولاته مبشوره. بس احنا عملنا الصوص بتاعنا الجميل، ودلوقتي بقى بنحط الشوكولاته بتاعتنا كده تدي طعم روعه. جربوا، ما نجيش الشوكولاته دي حاجه اختياري، يعني انا بقول لكم دي حاجه اختياري. يلا يا حبايب قلبي ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب. ويا رب ما اكونش طولت عليكم الفيديو يا حبايبي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوها تاني. يلا اعملوها لاولادكم، ما تنسوش تدعموني وما تنسوش تدعولي وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.